السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي، أهلا بكم النهاردة في الحصة الثالثة في منهج الفيزيكس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس جديد بيتكلم عن error in measurement، يعني الخطأ في عملية القياس. طبعا احنا خلصنا الدرس الأولاني كنا بنتكلم فيه عن الفيزيكال ميجرمنت أو عملية القياس بالعموم. اتكلمنا ازاي الاليمنتس بتاعت الميجرمنت، ان انا احدد الفيزيكال كوانتيتي اللي انا هقيسها، وبعدين حددنا الميجرنج تول اللي هستخدمها عشان اقيس الفيزيكال كوانتيتي دي، وبعدين حددنا على اساسها الميجرنج يونت اللي هحطها للفيزيكال كوانتيتي بتاعنا، وشوفنا ازاي نحول اليونتس بتاعتنا في الدايمنشنز. كمان فورمولا شوفنا ان انا ازاي اقدر اطلع الميجرنج يونت بتاعت اي فيزيكال كوانتيتي. النهارده بقى قال لك طب لو انا بقيس وحصل عندي ايرور الميجرمنت، خطأ في عملية القياس. طبعا احنا كناس عاديين ما بيفرقش معانا الايرور دوت، يعني حصل ايرور مش مشكلة، بس يفرق طبعا مع الراجل اللي شغال في اللاب بتاع الكيمستري. لو حصل خطأ وهو بيقيس مثلا في تجربة دي تبوظ له التجربة كلها. تفرق مثلا في المصانع والشركات لما يجي ينتج منتج معين وحصل ايرور عنده في المكنة بتاعته، ما هو مش هيتحمل تكلفة المنتج دوت، ده هيشيله للمستهلك بعد كده. طب الايرور دوت احنا طبعا مش هنقيس الايرور بتاع الشركات دي، بس هنقيس الايرور بتاعنا في الميجرمنت اللي احنا خدناه او في عمليه القياس اللي احنا خدناها. طب ايه اصلا اللي ممكن يعمل لي او يسبب لي ايرور ان ميجرمنت؟ قال لك الريزونز او الاسباب بتاعت ايرور ان ميجرمنت، انت ممكن choosing improper tool، تختار اداه قياس غير مناسبه. يعني جيت مثلا قلت لك عايز اقيس اللينث بتاع البورد او الشاشه دي مثلا، فقلت لي ماشي انا عايز اقيس اللينث، فاروح اجيب رولر، مفيش مشكله هي بتقيس لينث تمام. فلما اجي اقيس الرولر طبعا مش هتجيبها من اولها لاخرها، فهضطر اقعد احط صباعي واقيس، احط صباعي واقيس، اكيد هيطلع عندي ايرور او خطا في الميجرمنت بتاعي، لان استخدمت اداه قياس هي بتقيس اللينث بس هي غير مناسبه، فبقول عليها improper tool. او انا جبت اداه قياس مناسبه زي ميتر تيب مثلا يقيسها لي من اولها لاخرها مره واحده، بس اداه القياس بتاعتي دي كان فيها ديفكت، كان فيها خطا، فبقول ان في ديفكت ان ذا ميجرنج تول، اداه القياس مترقمه غلط او فيها غلط، فاكيد هيطلع لي الميجرمنت بتاعي غلط. او wrong procedure due to inexperienced person، استخدام خاطئ نتيجه ان انا ما عنديش خبره اصلا ازاي هستخدم اداه القياس دي. زي ما انتوا خدتوا مثلا في الكيمستري ان انا عشان استخدم الميجرنج سلندر او جراديويتد سلندر لازم ابص باراليل للسيرفيس او بيربنديكولار على السلندر نفسها، صح كده؟ طب انا واحد ما عنديش خبره، انت جيت قلت لي خد قيس لي الفوليوم بتاع الليكويد بتاعي دوت، فبصيت عليه بانجل معينه كده او كده، طبعا هتطلع القرايه بتاعتي غلط عشان انا ما بصيتش بالطريقه الصحيحه، فدي بسميها wrong procedure، استخدام خاطئ due to inexperienced person، او نتيجه ان انا ما عنديش خبره ازاي هستخدم اداه القياس بتاعتي. قال لي او برضو environmental conditions، الظروف البيئيه زي التمبريتشر، هيوميديتي، الرطوبه، او الاير كارنتس. الراجل مثلا بتاع الذهب لما يجي يوزن الذهب هتلاقيه حاطط السنسيتيف بالانس بتاعه جوه بوكس ازاز كده ولازم يقفل عليه، لان لو في مروحه شغاله الهواء نفسه ياثر على قرايه الميزان، صح كده؟ فيطلع لي استخدام خاطئ او يطلع لي قرايه غلط، فتعمل لي ايرور ان ميجرمنت. يبقى دي كلها ممكن تسبب لي ايرور ان ميجرمنت. اول حاجه قلنا choosing improper tool، استخدمت اداه قياس غير مناسبه، او ديفكت في الميجرنج تول، الميجرنج تول مناسبه بس فيها ديفكت او فيها خطا، او wrong procedure due to inexperienced person، انا ما عنديش خبره ازاي هستخدم اداه القياس بتاعتي فاستخدمتها غلط، او environmental conditions، ظروف بيئيه قلنا زي التمبريتشر المحيطه، درجه الحراره المحيطه تاثر لي على درجه الحراره بتاعه القياس بتاعتي مثلا، او الهيوميديتي الرطوبه، او الاير كارنتس تيارات الهواء. تعالى مثلا نشوف الاكزامبلز. قلنا خلاص اول اكزامبل انا لازم لما استخدم الجراديويتد سلندر عشان اقيس الفوليوم فعلا ابص زي نمبر 3. تعال نشوف المساله دي. بيقول لي the opposite graph shows an ammeter when there is no electric current pass through it، وانا واخد بالي ان هو مش واقف عند الزيرو، ده هو واقف بعد الزيرو بشرطتين، صح كده؟ اكيد لما يجي ياخد القرايه هيقراها غلط، لانه اصلا في الاول كان الاميتر نفسه فيه ديفكت او هو بايظ. بيقول لي when او which of the following figures describe the ammeter when the electric current 3 ampere pass through it، لما يعدي فيه كهرباء 3 امبير. اكيد لما يعدي فيه كهرباء 3 امبير هيقف بعد ال 3 امبير فعلا بشرطتين. هل هو هيقف بعد ال 2 امبير بشرطتين ولا على 3 امبير بالظبط؟
ولا بعد ال 3 امبير بشرطتين ولا مش هيشتغل؟ قلنا هيقف بعد ال 3 امبير بشرطتين، عشان كده فعلا هختار الاجابه نمبر سي. المسألة اللي بعدها بيقول لي when measuring the electric current intensity in a circuit the intensity was expected to be 2 ampere. كان المفروض تطلع 2 ampere. which of the following ammeter is the most appropriate for measuring the current؟ أنهي واحد مناسب أكتر عشان يقيس لي الكرنت في الحالة دي؟ هل هستخدم اميتر 0 1 2 3 بس ملي أمبير؟ طبعا ده بعيد جدا عن القراية بتاعتي. ولا استخدم 0 10 20 30 ولا 1 2 3 4 ولا 0 100 200؟ اكيد احسن واحد يقرا لي 2 امبير اللي القرايه بتاعته برضو نمبر سي اللي هي 1 2 3 امبير. قال لك طيب انا هبتدي بقى اشوف ازاي هقيس الايرور الميجرمنت بتاعي، بس قبل ما اقيس الايرور الميجرمنت لازم اعرف الاول ايه هي التايبس اوف ميجرمنت او انواع الميجرمنت. جيت قلت لك انا عايز اقيس سرعه العربيه اللي ماشيه، فواحد قال لي احنا هنستخدم سبيدوميتر اللي هو عداد السرعه بتاع العربيه. هاخد القرايه بتاعتي ابقى عرفت سرعه العربيه بتاعتي. واحد تاني يقول لي لا انا هستخدم القانون بتاع السبيد ايكوالز ديستانس اوفر تايم، يعني هستخدم مثلا الجي بي اس عشان اقيس الديستانس اللي انا مشيتها قد ايه، هستخدم ستوب واتش عشان اقيس التايم بتاعي اشوف الوقت اللي انا مشيت فيه الديستانس دي قد ايه، وبعدين اقول لك السبيد ايكوالز ديستانس ديفايدد تايم. برضه مظبوط. سمينا الراجل اللي قاس بالسبيدوميتر وطلع القرايه بتاعته على طول ان هو عمل دايركت ميجرمنت، عمل قياس بطريقه مباشره. انما الراجل اللي لسه هيقيس فيزيكال كوانتيتي اسمها ديستانس، هيقيس فيزيكال كوانتيتي اسمها تايم، عشان يوصل بيها للفيزيكال كوانتيتي اللي اسمها سبيد ده اضطر ان هو يقيس كذا فيزيكال كوانتيتي تانية، فده كده بسميه indirect measurement. يبقى عندي نوع اسمه دايركت ميجرمنت ده بياخد القرايه على طول من مره واحده بيطلع لي الميجرمنت بروسيس بتاعته، انما الاندايركت ميجرمنت ده اضطر يقيس كذا فيزيكال كوانتيتي تانية عشان يوصل بيها للسبيد بتاعته، فبسمي الراجل دوت كده اندايركت ميجرمنت. او زي اكزامبل مثلا لو جيت تقيس قلت لك قيس لي الفوليوم بتاع الليكويد دوت فحطيته في الجراديويتد سلندر، فالرقم اللي طلع هو الفوليوم ده، انا كده عملت دايركت ميجرمنت او عملت قياس مباشر. غير واحد تاني قلت له قيس لي الفوليوم بتاع الكيوبويد، قال لي استنى اما اقيس اللينث، اقيس الويدث، اقيس الهايت واعمل لينث باي ويدث باي هايت، ده بعتبره indirect measurement او قاس لي الفوليوم بس بطريقه غير مباشره. في حاله الدايركت ميجرمنت انا ما استخدمتش غير وان ميجرنج تول، استخدمت ميجرنج تول اللي هي اسمها سبيدوميتر او جراديويتد سلندر في حاله الفوليوم، هي ميجرنج تول واحده اللي استخدمتها. انما في حاله الاندايركت ميجرمنت انا بستخدم مور ذان وان ميجرنج تول. استخدمت ميجرنج تول اقيس بيها الديستانس، استخدمت ميجرنج تول اقيس بيها التايم، وطبعا هجيب الكالكوليتر عشان اعمل ديستانس ديفايدد تايم، فانا استخدمت اكتر من ميجرنج تول. استخدمت رولر اقيس بيها اللينث، استخدمت رولر اقيس بيها الويدث، استخدمت رولر اقيس بيها الهايت، وبعدين قلت لك لينث باي ويدث باي هايت عشان اقيس الفوليوم. دي كده بسميها indirect measurement، بستخدم فيها اكتر من measuring tool. هنا في حاله direct measurement انا بعمل measuring process واحده، عمليه واحده اللي هي انا باخد القرايه على طول منين؟ من السبيدوميتر. انما هنا انا عندي process عشان اقيس الديستانس، process عشان اقيس التايم، غير الكالكوليتنج طبعا عشان اوصل بيها للسبيد. فبرضه في حاله الاندايركت measurement انا بستخدم اكتر من one measuring tool. في حاله direct measurement او ميجرمنت انا ما بستخدمش اي ماثيماتيكال ريليشن، لان خلاص الرقم اللي طلع عندي هو دوت اللي انا عايزه، فما احتاجتش احط قوانين، ما احتاجتش اعمل ماثيماتيكال ريليشن. انما في حاله الاندايركت ميجرمنت لا، انا لازم اعمل ماثيماتيكال ريليشن، لازم اعمل ديستانس ديفايدد تايم عشان اوصل للسبيد، لازم اعمل لينث باي ويدث باي هايت عشان اوصل للفوليوم، فلازم اعمل ماثيماتيكال ريليشن. طبعا انا لو غلطت او انا اتعرضت للخطا في حاله دايركت ميجرمنت، لو السبيدوميتر بايظ انا هاخد القرايه غلط مره واحده. انما في حاله الاندايركت ميجرمنت انا معرض ان انا اغلط وانا بقيس الديستانس، معرض ان انا اغلط وانا بقيس التايم، ده غير طبعا لو غلطت وانا بعمل الكالكوليتنج، فانا معرض للخطا اكتر من مره. تعال بقى نشوف لما نحسب الايرور في حاله دايركت ميجرمنت هنحسبها ازاي، لما نحسب الايرور في حاله الاندايركت ميجرمنت هنحسبها ازاي، وكل واحده فيهم ليها طريقه بنحسب بيها الايرور. واول حاجه عندي ان انا estimating the error، ازاي احسب الايرور في حاله direct measurement. ركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي. قال لك بقى عشان تحسب الايرور in direct measurement او في حاله direct measurement، فانت عندك
زي مثلا الاكزامبل الاولاني اللي موجود في الصفحه اللي بعديها عندك في بيج نمبر 34، بيقول لي لو انا جيت اقيس لينث مثلا بتاع بوك او اي لينث ايا كان، فهو كان المفروض يطلع 10 سنتيمتر، بس انا لما جيت اقيسه طلع معايا 9.9 سنتيمتر. هل القياس بتاعي ده صح كده؟ لا، ده كده في ايرور. فانا عايز احسب الايرور. قال لك خلي بالك، اللينس الحقيقي الاكشوال اللي هو كان المفروض يطلع لي لو مفيش ايرور، او اللي ساعات بيقول لي عليه ريل دوت، بحط جنبه زيرو صغير كده، والزيرو ده باللاتيني بنسميه نود. صفر بالعربي، زيرو بالانجلش، باللاتيني اسمه نود، فهسميه ال نود. ال نود طبعا ال عشان لينث، نود عشان هو زيرو. انما اللي انا قسته الميجرد اللي فيه ايرور بسميه ال بس من غير نود. طبعا في القانون احنا في العموم بنسميها اكس نود، ده الميجرد، ده سوري الريل او الاكشوال، القيمه اللي هي المفروض الحقيقيه اللي المفروض كانت تطلع لو مفيش ايرور. وفي قيمه تانية اللي انا قستها اللي هي فيها ايرور بسميها من غير حرف الزيرو دوت او النود، دي بسميها اكس. طبعا الاكس ده فاريبل، لو انا بقيس لينث زي الاكزامبل عندي سميتها ال، لو بقيس ماس هسميها ام، لو بقيس فوليوم هسميها في، ايا كان الفيزيكال كوانتيتي. عايز تسيبها اكس مفيش مشكله، عايز تغيرها فاريبل. بس طبعا عشان لما هنستخدم الاندايركت ميجرمنت هيبقى عندي اكتر من فاريبل، ممكن يبقى عندي ديستانس وتايم، فمش هينفع اسمي الاثنين اكس، فهنسميها حسب الفيزيكال كوانتيتي. بس هنخليها دلوقتي في العموم اسمها اكس. يبقى عندي قيمتين، اكس نود دي القيمه الريل او الاكتوال الحقيقيه، اكس بس دي اللي انا قستها وفيها ايرور. قال لك بقى لما بنيجي نقيس الايرور في نوعين من الايرور. النوع الاولاني بنسميه ابسوليوت ايرور وبنرمز له بالرمز دلتا او المثلث اللي احنا شايفينه ده. طبعا في حاله الاكس هيبقى دلتا اكس، في حاله الاكزامبل بتاعنا هو انا بقيس لينث هيبقى اسمه دلتا ال. قال لك بقى الابسوليوت ايرور او الدلتا اكس او الدلتا ال او الدلتا ام ايا كان ده بيساوي ايه؟ بيساوي ابسوليوت الديفرنس ما بين الحقيقي اللي هو اكس نود ماينس الاكس اللي انا قستها. يبقى في الاكزامبل بتاعي هو هيساوي ابسوليوت الديفرنس ما بين ال نود والال اللي انا قستها. يعني عندي في الاكزامبل ده هيبقى ابسوليوت 10 ماينس 9.9. طبعا عارفين الابسوليوت عندنا في الماس يعني بيطلع لي الرقم اللي جوه دايما بوزيتيف، صح كده؟ يعني طلعت عندي هنا الابسوليوت ايرور 0.1 سنتيمتر فعلا. واحد تاني كان قايس برضو ال 10 سنتيمتر دول مثلا طلعوا معاه 10.1، فلما يجي يحسب الابسوليوت ايرور طلع معاه ابسوليوت 10 ماينس 10.1، هتقول لي نيجاتيف 1 بس الابسوليوت هيشيل النيجاتيف صح؟ يعني برضو هيطلع 0.1 سنتيمتر. خدت بالك من حاجه؟ هي اسمها ابسوليوت ايرور يعني مطلق، فانا مش فارق معايا، عشان كده ما حطيتش البوزيتيف والنيجاتيف، شلت النيجاتيف وخدتها دايما بوزيتيف. فمش فارق معايا انت قسته زياده 0.1 سنتيمتر ولا قسته قليل 0.1 سنتيمتر، المهم عندي ان انت عندك ايرور بيساوي 0.1 سنتيمتر، سواء الايرور ده بالزياده سواء الايرور ده بالناقص. عشان كده هو اسمه ابسوليوت ايرور، هو خطأ في المطلق، فانا مش فارق معايا الخطأ ده بالزياده ولا بالناقص. يبقى زي ما اتفقنا اول حاجه عندنا اسمها ابسوليوت ايرور دلتا ال، او لو بتعامل مع فاريبل اسمه اكس فهو دلتا اكس. ده بيساوي ايه؟ بيساوي ابسوليوت الديفرنس ما بين الريل او الاكتوال فاليو القيمه الحقيقيه اللي هي اكس نود او زي الاكزامبل بتاعنا ال نود ماينس الميجرد فاليو القيمه اللي انا قستها اللي هي اسمها اكس او في الاكزامبل بتاعي اسمها ال. وليه ابسوليوت؟ لان كده كده مش فارق معايا هو زياده ولا ناقص، المهم ان انا طلع عندي ايرور 0.1 سنتيمتر، سواء 0.1 دول بالزياده او بالناقص، فانا مش فارق معايا هو زياده ولا ناقص. وطبعا بياخد نفس الميجرنج يونت بتاعت الفيزيكال كوانتيتي اللي انا شغال عليها، شغال بالسنتيمتر في اللينث يبقى سنتيمتر، شغال بالمتر يبقى متر، شغال ماس بالجرام هتبقى جرام، المهم ان ليها نفس الميجرنج يونت بتاعتي. يبقى نقول كمان عندي اتنين فاليوز، اتنين قيمتين، قيمة حقيقية بحط جنبها الزيرو او النوت ده
بسميها ال نود او اكس نود ايا كان الفاريبل ام نود في نود حسب الحاجه اللي انا بقيسها. وعندي قيمه ميجرد اللي فيها الايرور بتاعي، ودي بسميها بالفاريبل على طول من غير النود، يعني ال مثلا. عندي اول نوع من الايرور بسميه ابسوليوت ايرور دلتا ال، ده بيساوي الديفرنس ما بين الريل فاليو القيمه الحقيقيه اللي كانت المفروض تطلع ماينس الميجرد فاليو او القيمه اللي انا قستها. وطبعا ابسوليوت يعني انا باخدها دايما بالايه؟ بالبوزيتيف. ليه بالبوزيتيف دايما؟ انا مش فارق معايا انا قست بزياده ولا ناقص، المهم ان عندي قيمه الخطا بتساوي الرقم دوت. يبقى اول نوع من الايرور عندنا اسمه ابسوليوت ايرور، وبياخد نفس الميجرنج يونت بتاعت الحاجه اللي انا بقيسها. قال لك تاني نوع من الايرور، يبقى احنا طلعنا اول نوع اهو دلتا اكس ايكوالز ابسوليوت اكس نود ماينس اكس، زي الاكزامبل بتاعنا اهو طلعت الدلتا ال ايكوالز ابسوليوت ال نود ماينس ال، فطلعناها ب 0.1 سنتيمتر. عندي نوع تاني من الايرور بسميه ريلاتيف ايرور وبرمز له بالسيمبل ار سمول. الريلاتيف ايرور ده الريشيو ما بين الابسوليوت اللي انا لسه واخده دلتا اكس ديفايدد القيمه الحقيقيه، عايز اشوف نسبه الخطا قد ايه من الكل، يعني اللي انا غلطته ده قد ايه من التوتال، عشان كده بنسميه ريلاتيف ايرور. ريلاتيف نسبي، هو نسبته قد ايه من الكل. يعني مثلا في الاكزامبل بتاعنا دوت لو عايز اقيس الريلاتيف ايرور بتاع اللينس بتاعي يبقى دلتا ال ديفايدد ال الحقيقي. ادي الدلتا ال كنا مطلعينها 0.1 وكان اللينس الحقيقي 10، فطلعت عندي 0.01 ومن غير measuring unit. relative ratio ما بين الحاجة ونفسها، ما بين length ولينس، فملهاش measuring unit. يبقى النوع التاني من الايرور اسمه relative error. انا باخد ريشيو ما بين الابسوليوت ايرور، الايرور بتاعي اللي انا طلعته، divided الريل فاليو او القيمة الحقيقية، وملهاش measuring unit عشان هي ريشيو. قال لك مش بس كده، ده ممكن كمان يقول لك عايزها percentage، تقوم انت عاملها تايمز 100 فتقدر تعرف هي النسبة بتاعتها او بيرسنت بتاعتها 1%. عشان كده بنسميها relative error او error نسبي، عشان كده طلعت معايا في الحالة دي 1% لما عملتها تايمز 100. يبقى نقول كمان عندنا نوعين من الايرور. النوع الاولاني اسمه absolute error، اللي انا باخد فيه الديفرنس ما بين الريل فاليو او القيمة الحقيقية ماينس اللي انا قستها. وبعدين عندي نوع تاني اسمه relative error، انا باخد ريشيو ما بين الابسوليوت ايرور اللي انا لسه مطلعها ديفايدد الريل فاليو او القيمه الحقيقيه. الابسوليوت ايرور بياخد نفس الميجرنج يونت بتاعت الفيزيكال كوانتيتي اللي انا بقيسها. الريلاتيف ايرور طبعا هو ريشيو فمالهوش ميجرنج يونت، ولو عايز احوله لبرسنتج اعمله تايمز 100 فيديني فعلا الريشيو بتاعتي او البرسنتج بتاعتي. يبقى زي ما احنا كاتبين عندنا اهو absolute error it's the difference between the real value x node minus the measured value اللي هي x. relative error ده ratio between the absolute error اللي هو الدلتا x اللي انا لسه مطلعه من الناحيه دي and the real value اللي هو x node، باخد ريشيو ما بين الاثنين. قال لك الميجرنج يونت في الابسوليوت ايرور هو الميجرنج يونت بتاعت الفيزيكال كوانتيتي بتاعتي، انما الريلاتيف ايرور ملهاش ميجرنج يونت عشان هي ريشيو ما بين الفيزيكال كوانتيتي ونفسها. واقدر طبعا استخدم الماجيك تراينجل بتاعنا ان الريلاتيف ايرور ايكوالز دلتا اكس ديفايدد اكس نود، لحد ما هقول لكم هنستخدمه ازاي. تعالى مثلا نشوف اكزامبلز على الكلام ده. شفنا اول اكزامبل بتاع اللينس وحليناه مع بعض، اللي هو اللينس بتاع الكتاب 10 والمفروض يطلع 10 وطلع 9.9، وشفنا الابسوليوت ايرور والريلاتيف ايرور بتاعه بيطلع بكام. تعالى نشوف الاكزامبل اللي بعديه. بيقول لي a person measured the mass of a box it was to be 913، يعني هو مديني الماس اللي هو اسهل اللي فيها ايرور ب 913 جرام. meanwhile its actual mass was 911 جرام، دي الحقيقيه فهسميها ام نود. خدت بالك انا سميتها المره دي ام وام نود ليه؟ عشان انا بتكلم عن ماس اللي انا قستها مفيش جنبها النود، القيمه الحقيقيه فيها ام نود. فهو بيقول لي عايز احسب الابسوليوت ايرور والريلاتيف ايرور. زي ما اتفقنا الابسوليوت ايرور الدلتا ام ده ابسوليوت الديفرنس ما بين الحقيقي واللي انا قسته، يعني ام نود ماينس ام، يعني 911 ماينس
913. هتقول لي هعملها ازاي على الكالكوليتور يا مستر؟ اعملها ولو طلعت معاك نيجاتيف شيل النيجاتيف. يعني هي في الحاله دي لما تكتبها على الكالكوليتور من غير الابسوليوت تطلع معاك نيجاتيف 2 صح؟ ما احنا قلنا الابسوليوت هيشيل النيجاتيف، فاكتبها على طول ب 2. الميجرنج يونت عندي جرام يبقى 2 جرامز. جبت الابسوليوت ايرور على طول اجيب الريلاتيف ايرور، هاخد الابسوليوت ايرور بتاعي دلتا ام ديفايدد الحقيقي اللي كان المفروض يطلع الريل او الاكتشوال فاليو اللي هو 911، يبقى 2 ديفايدد 911. لما تيجي تحسبها على الكالكوليتور هتطلع معاك 2.19، وما تنساش اخر حته مكتوبه على اليمين خالص تايمز 10 باور نيجاتيف 3. ما تنساش تكتبها برضو، لازم تتكتب معايا. وزي ما اتفقنا الريلاتيف ملهاش measuring unit. طب لو كان عايز برسنتج، طبعا هو هنا ما طلبش برسنتج، بس لو هو عايز برسنتج هعملها تايمز 100 وهتطلع معاك 0.219%. يبقى انا كده فعلا قدرت ان انا استنتج الابسوليوت ايرور والريلاتيف ايرور الميجرمنت بتاعي. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعديها. بيقول لي an engineer measured the length of a building which was equal to be 55.2 meter. لما جه يقيسها طلعت معاه 55.2 متر. if there was an error 0.02 متر. ايه ده قال لي ايرور وما قاليش نوع يا مستر، ولا ابسوليوت ولا ريلاتيف، بس قال لي الميجرنج يونت. مين اللي كان ليه ميجرنج يونت، الابسوليوت ولا الريلاتيف؟ برافو عليك، يعني ده كده الابسوليوت ايرور بتاع اللينث. what are the probabilities of the real value of the building length؟ عايز الاحتمالات بتاعت القيمة الحقيقية بتاعت اللينث. احنا لسه من شوية قايلين انا مش فارق معايا هو زيادة ولا ناقص، انا خدت الايرور وخلاص. معنى كده ان الايرور ده له احتمالين، ممكن يكون كان زيادة وممكن يكون كان ناقص، لان انا كده كده خدت الابسوليوت فما كانش فارق معايا بالزيادة ولا بالناقص، انا كان فارق معايا قيمة الايرور 0.02 متر صح كده؟ ما هو ده برضه هطبقه لما اجي احسب القيمة الحقيقية. معنى كده ان probabilities او احتمالات الريل فاليو عندي احتمالين. عندي احتمال ان انا كنت قايس ناقص الرقم ده فارجع ازوده، يعني احط ال بلس دلتا ال، عشان لو انا كنت قايسه ناقص هزوده تاني يبقى انا كده جبت القيمة الحقيقية. وعندي احتمال تاني ان انا كنت قايسه بالزيادة فارجع نقصه، يعني اقول ال نوت ايكوال ال ماينس دلتا ال. يبقى انا عندي احتمالين، لان كده كده انا مش عارف مين فيهم اللي صح، انا كنت واخد ابسوليوت فما كانش فارق معايا بوزيتيف ولا نيجاتيف. فعندي الاحتمال الاولاني ان انا كنت القيمه دي بالناقص فرحت مزود الابسوليوت ايرور، او القيمه دي كانت بالزياده فرحت شايل الابسوليوت ايرور، وده فعلا اللي هبتدي اطبقه. يبقى 55.2 اعملها مره بلس 0.02، يعني ممكن القيمة الحقيقية كانت 55.22 متر وانا اللي قايسها بالناقص، او هشيل منها الابسوليوت ايرور، يعني 55.2 ماينس 0.02 فهتطلع معايا 55.18. يعني القيمة الحقيقية انا كنت قايسها بزيادة، بس ده اللي ايه، ده انا نقصت منها الايرور او رجعت شلت منها الايرور تاني. يبقى دي فعلا التو بروبابيلتيز او الاحتمالين بتاعي، سواء انا كنت قايسها من الاول بالناقص فرجعت زودتها، او كنت قايسها بالاول بالزياده فرجعت ايه شلتها تاني. تعالى كده نشوف الاكزامبل اللي بعديه. بيقول لي choose when measuring the density of liquid is measured by هيدرومتر. خدنا الهيدرومتر في اول سيشن خالص، قلنا ده انا احط فيه الليكويد يطلع لي الميجرنج يونت بتاعتي على طول صح كده، او يطلع لي الدنستي بتاعت الليكويد بتاعتي على طول. قال لك when measuring the density of liquid by using hydrometer، معنى ان انا بحط الليكويد فيطلع لي الدنستي، يبقى دي كده دايركت ولا indirect measurement؟ برافو عليك، دي كده دايركت ميجرمنت، يعني ما ينفعش استخدم indirect ما ينفعش استخدم دايركت، هي هتطلع يا A يا B. قال لي it was found to be 10 power 3 parts or minus 1 kilogram per cubic meter. ايه يا مستر البراكت ده؟ ركز معايا. اول ما تلاقي البراكت ده قدامك اعرف ان القيمة اللي على الشمال دي هي الحقيقية، يعني density node، طبعا بنتكلم عن الدنستي فهسميها المرة دي بلس او ماينس. ما بفكركش بحاجة الكلمة دي، احنا لسه قايلين من شوية انا مش فارق معايا زيادة ولا ناقص. ده مين ده اللي ما كانش فارق معايا هو زيادة ولا ناقص؟ برافو عليك، يبقى اللي على اليمين ده الابسوليوت ايرور. يبقى اول ما الاقي شكل البراكت بتاعي دوت قدامي هعرف ان اللي على الشمال دي الريل فاليو او الاكتشوال فاليو او القيمه الحقيقيه، اللي على اليمين ده الابسوليوت ايرور بتاعي او الايرور بتاعي اللي حصل
في عمليه القياس. فهو هنا بقى انا خلاص استنتجت ان هي دايركت ميجرمنت، ناقص لي اعرف percentage of error. percentage of error يعني هو عايز الابسوليوت ولا عايز الريلاتيف؟ عايز الريلاتيف، ومش بس كده ده عايزها كمان برسنتج. طب الريلاتيف كان القانون بتاعها الابسوليوت ايرور ديفايدد الحقيقي. حلو، يعني على طول هتعمل اللي على اليمين ديفايدد اللي على الشمال. يبقى اول ما تلاقي البراكت ده وعايز تطلع الريلاتيف ايرور، اللي على اليمين ديفايدد اللي على الشمال 1 ديفايدد 10 باور 3، وهو كمان عايزها برسنتج او ما انا اعملها تايمز 100، وهتطلع معايا 0.1% فعلا. عشان كده هختار الإجابة نمبر A. يبقى نقول كمان أول ما ألاقي البراكت ده قدامي هعرف إن الرقم اللي على الشمال هو الريل فاليو أو القيمة الحقيقية، الرقم اللي على اليمين ده الأبسوليوت ايرور بتاعي. عايز برسنتج اوف ايرور، برسنتج يعني هو يقصد الريلاتيف ايرور. الريلاتيف ايرور كانت بتساوي الابسوليوت ايرور ديفايدد الريل فاليو، يعني اللي على اليمين ديفايدد اللي على الشمال، واقوم اعملها على طول تايمز 100 عشان فعلا اقدر ان انا احولها لبرسنتج. تعال نشوف السؤال اللي بعديها. كان بيقول لي when measuring the volume of a liquid using a graduated cylinder. عايز اقيس الفوليوم باستخدام الجراديويتد سيلندر، وادي برضو المثلث بتاعنا اهو، كان الدلتا اكس فوق والار والاكس نوت تحت. فبيقول لي the absolute error was 0.6، طبعا فوليوم فاسميها دلتا في كيوبيك سنتيمتر. the relative error 1.2%، يعني مديني الريلاتيف ايرور ومديني الابسوليوت ايرور. عايز الاكتشوال او الريل فاليو. الريل فاليو بتساوي الابسوليوت ايرور ديفايدد الريلاتيف ايرور. بس استنى، هل لما كنا بنستخدمها ونطلعها كانت بتطلع معايا برسنتج ولا انا اللي كنت بحولها لبرسنتج؟ معنى كده ان انا عشان استخدمها في القانون ده لازم ارجعها من برسنتج لرقم تاني، صح؟ طب انا عشان احولها من رقم لبرسنتج كنت بعملها تايمز 100، يبقى دلوقتي هعملها برافو عليك ديفايدد 100. يعني عشان اجيب الريلاتيف ايرور 1.2 البرسنتج ارجعها الرقم هعملها ديفايدد 100 هتطلع 0.012. رجعتها خلاص ريلاتيف ايرور ومعايا ابسوليوت، اقدر اجيب الريل فاليو الفوليوم الحقيقي في نود دلتا في ديفايدد الار بتاعتي، يعني 0.6 ديفايدد 0.012، فهتطلع معاك فعلا ب 50 كيوبيك سنتيمتر، اللي هي الاجابه نمبر بي. يبقى خلي بالي عشان اقدر استخدم المثلث او الناتج من المثلث عامه كان بيطلع رقم مش برسنتج، صح كده؟ كنت انا احوله لبرسنتج بعمله تايمز 100. طب لو عايز ارجعه تاني من برسنتج لرقم هعمله فعلا ديفايدد 100، واقدر استخدم الماجيك تراينجل بتاعنا واقدر اطلع الريل فاليو اللي انا عايز احسبها. فيها حاجه صعبه الكلام ده؟ تعالى كده قبل ما نحل السؤال اللي بعديها هقول لك على اكزامبل لذيذ كده عشان اقول لك بيه على حاجه هنكتبها مع بعض دلوقتي. جبت قفص فيه 100 برتقاله، جبت قفص اهو، المفروض الرقم الحقيقي للبرتقال اللي موجود جواه 100 برتقاله، وجبت عيل صغير قلت له تعالى يا ابني عد لي البرتقال ده، فهو عيل صغير، فلما جه يعد البرتقال عدوا 99 برتقاله. غلط ولا ما غلطش؟ غلط في قد ايه الابسوليوت ايرور بتاعه؟ 100 ماينس 99. غلط في ايه؟ في برتقاله، صح كده؟ جبت قفص تاني في 200 برتقاله 200، جبت عيل صغير تاني وقلت له تعالى يا ابني عد لي البرتقال اللي في القفص ده، فعدهم 199. غلط ولا ما غلطش؟ غلط في قد ايه؟ برضو لما جيت احسب الابسوليوت ايرور بتاعي طلع ابسوليوت 200 ماينس 199، فطلع برضو انه غلط في برتقاله. انا كده في فرق بين الولد ده والولد ده، ده غلط في برتقاله وده غلط في برتقاله، صح كده؟ اشرت لي هنا برتقال تاني يا ابني. ما هو غلط قدامي في برتقاله وغلط قدامي في برتقاله، صح كده؟ انا مش شايف اي فرق بينهم. بس استنى هوريك حاجه. لو جيت احسب الريلاتيف ايرور في الحاله دي دلتا اكس ديفايدد اكس نود 1 ديفايدد 100 وهحولها لبرسنتج، فطلعت معايا ب 1%. تعالى نحسب الايرور في حاله الراجل التاني اللي جه يقيس البرتقال دوت 1 ديفايدد 200 تايمز 100. بص بقى كده، ده نسبة الايرور عنده هاف برسنتج. انا الابسوليوت ايرور هنا قال لي ان ده غلط في برتقاله، والابسوليوت ايرور هنا قال لي ان ده غلط في ايه؟ في برتقاله. ما فرقتش. بس مين اللي قال لي الريشيو بتاعت الايرور بتاعتي؟ ده قال لي ان نسبة الخطأ هنا 1%،
انما نسبة الخطأ هنا هاف برسنتج. مين اللي الايرور عنده اقل؟ اكيد اللي غلط نص في المية، صح؟ لانه كل ما يعد 200 برتقالة بيغلط في برتقالة واحدة، صح كده؟ انما دوت بيغلط في برتقالة من اصل 100. مين اللي قال الكلام ده، الريلاتيف ايرور ولا الابسوليوت ايرور؟ الريلاتيف ايرور هي اللي قالت لي، الريلاتيف ايرور هي اللي قالت لي الريشيو بتاع الايرور بتاعي. لكن الابسوليوت هو يا دوبك قال لي ان ده غلط في برتقاله وده زيه غلط في برتقاله، صح كده؟ يبقى الريلاتيف ايرور هي اللي اقدر استخدمها عشان اعرف بيها مين اللي القياس بتاعه او الميجرمنت بتاعه افضل او اسوأ من التاني. طب في وجهة نظرك كده، انا غلطت هاف برسنتج وده غلط 1 برسنتج، مين الايرور عنده اكتر؟ اكيد ال 1%. مين المور اكيوريت او الاكثر دقه، يعني الايرور عنده اقل؟ اكيد الهاف برسنتج، الايرور بتاعه قليل، صح كده؟ يبقى لما يجي لي سؤال يقول لي مين فيهم موست اكيوريت او اكثر دقه، هقيس الريلاتيف ولا الابسوليوت؟ برافو عليك، يبقى قيس الريلاتيف ايرور. هختار الايرور القليل ولا الايرور الكبير؟ اختار الايرور القليل. عشان كده ارجع معايا بقى كده الكتاب في بيج 33 واكتب معايا كده تحتيها جنب الماجيك تراينجل، بص بقى مكتوب عندك تحت الريلاتيف ايرور ايه؟ It's used to measure the accuracy، بستخدمه عشان اقيس بيه الدقة بتاعتي، صح كده؟ شد لي بقى خط من هنا كده. as the relative error decrease، كل ما الريلاتيف ايرور بتاعي يقل as the accuracy increase، الدقة بتاعتي تزيد. يبقى لما يجي يقول لي انا عايز احسب مين فيهم most accurate او more accurate عن التاني، هحسب على طول في دماغي انا عايز احسب الريلاتيف ايرور. طب احسبها ازاي؟ لان هي اللي هتقيس لي الاكيوريسي او الدقة. احسبها ازاي؟ كل ما الريلاتيف ايرور يقل كل ما الاكيوريسي او الدقة بتاعتي تزيد. تعال بقى نطبق الكلام ده كده تاني في بيج 36 او 35. تعالى معايا في بيج 35 او بيقول لي which of the following is the most accurate، اكثر دقة. اول ما لقيت كلمة most accurate او اكثر دقة يبقى انا عرفت ان انا عايز احسب مين؟ عايز احسب الريلاتيف ايرور. هنقي اكتر ريلاتيف ايرور ولا اقل ريلاتيف ايرور؟ هنقي اقل ريلاتيف ايرور. طب احنا اتفقنا اول ما الاقي براكت ده عشان احسب الريلاتيف ايرور، اللي على اليمين ديفايدد، اللي على الشمال، اللي على اليمين ديفايدد، اللي على الشمال يحسب لي على طول الريلاتيف ايرور. هحسب الريلاتيف ايرور في كل حاله فيهم، هلاقي الاولاني طلع 0.01 على اليمين ديفايدد، اللي على الشمال 0.01 0.01، هلاقي اخر واحد طلع 0.001. يبقى مين فيهم اقل ايرور؟ اخر واحد اقل ايرور، يبقى هو ده موست اكيوريت او الاكثر دقه. يبقى خلي بالي اول ما الاقي يقول لي في الامتحان عايز احسب موست اكيوريت، عايز اشوف مين فيهم اكثر دقه، يبقى انا اعمل حسابي ان انا هقيس ايه؟ اقل ايرور، يبقى هو ده موست اكيوريت، هو ده اللي انا هختاره. يلا حل لي انت الاكزامبل اللي بعديها برضو بنفس الكلام. هو بيقول لي group of students measure the velocity of a moving body, which of these measurement is more accurate، اكثر دقه. يبقى انا عايز احسب ايه؟ عايز احسب الريلاتيف ايرور اللي على اليمين ديفايدد اللي على الشمال، واشوف مين فيهم اقل ايرور، يبقى هو ده. يلا احسبها كده على ما اخد بق نسكافيه واجيلك واقول لك انهي الاجابه. حل ياض شايفك. حسبتها؟ طلعت نمبر سي فعلا هو اقل واحد في الايرور، يبقى هو ده الموست اكيوريت. يبقى خلي بالي اول ما الاقي في السؤال عايز احسب مين فيهم مور اكيوريت او اكثر دقه، يبقى انا احط في دماغي على طول ايه؟ ان انا عايز احسب الريلاتيف ايرور، واستخدم طبعا اقل ريلاتيف ايرور يديني هو احسن قرايه او موست اكيوريت، اللي هتطلع اقل فاليو عندي هي فعلا نمبر سي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان احنا ازاي بنقيس ايرور الميجرمنت في حاله دايركت ميجرمنت. وزي ما اتفقنا عندي نوعين من الايرور بقيسهم، عندي الابسوليوت ايرور، ده الديفرنس ما بين الريل فاليو والاكشوال او الاكشوال فاليو والميجرد فاليو اللي انا قستها فيها ايرور. وبعدين بقيس نوع تاني اسمه ريلاتيف ايرور، وانا باخد ريشيو ما بين الابسوليوت ايرور اللي انا لسه قايسه من شويه ديفايدد الريل فاليو او الحقيقي.
تعال بقى نشوف في حالة indirect measurement هحسب الايرور بتاعي ازاي. طبعا هي موجود بيج 36 اهي القوانين بتاعتها في حالة indirect measurement. خلينا نتفق ان احنا indirect measurement انا هعمل mathematical relation صح كده، لان انا بقيس قياس غير مباشر. فممكن تكون mathematical relation بتاعتي دي بلس وماينس، ممكن تكون multiply وديفايد. في حالة بلس وماينس في طريقة بحسب بيها الايرور، في حالة المالتبلاي والديفايد في طريقة تانية بحسب بيها الايرور. وعشان نفهمها اكتر تعال معايا كده في الصفحة اللي قدامها اللي هي بيج نمبر 37. الاكزامبل ده يخلينا نفهمها ونرجع تاني للصفحة اللي فاتت. قال لي if x equals 5 plus or minus 0.1، يعني عندي x نود الحقيقي، عندي دلتا x absolute error. if y equals 10 plus or minus 0.2، عندي y نود الحقيقي، عندي دلتا y absolute error بتاعي. فبيقول لي اهو في الاول البلس والماينس، عايز يحسب مرة x plus y y minus x 2x plus y. طيب x بلس y انا عايز اطلع قيمه x بلس y برضو بشكل براكت صح، عايز اطلع لها ريل فاليو، عايز اطلع لها الابسوليوت ايرور بتاعي، انا عايز اطلع قيمه حقيقيه بالايرور بتاعها. قال لك ايه برضو في نفس الكلام y ماينس x انا عايز اطلع على شكل براكت بتاعي قيمه حقيقيه وعايز اطلع الابسوليوت ايرور بتاعها. قال لك الريل فاليو القيمه الحقيقيه هي اللي بتعتمد على القانون. يعني لما تقول لي x بلس y هتاخد الاكس الحقيقي اللي هو ال5 بلس الواي الحقيقيه اللي هي 10، يعني طلعت 15. لما تقول لي y ماينس x هتاخد y الحقيقيه اللي هي 10 ماينس x الحقيقيه اللي هي 5، فطلعت ب 5. في مشكله كده؟ ناقص لي احسب الابسوليوت ايرور. قال لك بقى الابسوليوت ايرور دايما 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 بالبلس، يعني دايما بتاخد ابسوليوت ايرور الاولاني اللي هو بتاع الاكس بلس ابسوليوت الايرور بتاع التاني اللي هو الواي، يعني 0.1 بلس 0.2 فطلعت 0.3. سواء بتعمل بلس سواء بتعمل ماينس الابسوليوت ايرور دايما بعمل له بلس، يعني برضو 0.3. يبقى الريليشن مش هتنطبق معايا غير على الريل فاليو. والله انت بتعمل ماينس او بلس الريل فاليو هي اللي هينطبق عليها الماثيماتيكال ريليشن 5 بلس 10 15 10 ماينس 5 ب 5. انما الابسوليوت ايرور دايما بالبلس. واكتبها بقى عندك كده قدامها الابسوليوت ايرور اهو دايما بالبلس. يبقى دايما بايه؟ بالبلس. يبقى الابسوليوت ايرور دايما بالبلس. الريليشن مش هتنطبق بس غير على مين؟ على الريل فاليو. والله بلس هعملها بلس، ماينس هعملها ماينس، لكن الابسوليوت ايرور دايما بالبلس. تعال نشوف اكزامبل تاني. بيقول له 2x بلس y، دي معناها ايه؟ معناها x بلس x بلس y صح كده، مش 2x يعني الاكس متكرره مرتين. انا برضو عايز اطلعها ريل فاليو وعايز اطلع لها ابسوليوت ايرور، بس خلي بالي ان كل حاجه في الاكس هتتكرر كام مره؟ مرتين. لما اخد الريل فاليو الاكس الحقيقيه 5 بلس الاكس الحقيقيه تاني 5 بلس واي الحقيقيه ب 10 طلعت ب 20. حلو. الابسوليوت ايرور دايما بالبلس، يعني 0.1 بتاعت الاكس الاولانيه بلس 0.1 تاني بتاعت الاكس التانيه بلس 0.2 بتاعت الواي فطلعت 0.4. يبقى خلي بالي الابسوليوت ايرور سواء بعمل بلس سواء بعمل ماينس دايما دايما بعملها بلس. طب خد كده اكزامبل حلو معايا يلا. لو قال لي عايز 2y ماينس x، اعمل بوز قبل ما تشوف الحل وشوف اللي انت هتحله هيطلع صح ولا لا كده وراجعه معايا. تعال نشوف. هو قال لي عايز 2y ماينس x، برضه انا عايز اطلع لها قيمه حقيقيه وعايز اطلع لها absolute error، وزي ما اتفقنا 2y يعني y بلس y ماينس x صح كده. الواي الحقيقيه ب 10 بلس الواي الحقيقيه تاني كمان 10 ماينس الاكس الحقيقيه ب 5،
يعني 25. الابسوليوت ايرور دايما بالبلس. ابسوليوت ايرور بتاع الواي 0.2 بلس ابسوليوت ايرور بتاع الواي تاني 0.2 بلس ابسوليوت ايرور بتاع الاكس 0.1 عشان الابسوليوت ايرور دايما بالبلس فطلعت 0.5. يبقى انا اول حاجه عندي في حاله البلس والماينس الريليشن هتنطبق على الرقم الحقيقي، انما الابسوليوت ايرور بعمله دايما بالبلس. تعال بقى نشوف في حاله المالتيبلاي والديفايد ايه اللي بيحصل، او بحسب برضو الريليشن بتاعتي ازاي. تعال ناخد نفس الاكزامبل. عايز مره x تايمز y x سكوير y او y ديفايدد x، وادي الاكزامبل بتاعي كان الاكس ايكوالز 5 بلس اور ماينس 0.1، وكانت عندي الواي ايكوالز 10 بلس اور ماينس 0.2. زي ما اتفقنا اللي على الشمال ده الحقيقي، اللي على اليمين الابسوليوت ايرور. بيقول لي اول مره انا عايز x تايمز y. خلينا نفرض ان x تايمز y دي اسمها c. x سكوير تايمز y دي اللي هي x تايمز x تايمز y برضو اسمها c. خلينا نفرض ان y ديفايدد x برضو اسمها c. ليه يا مستر فرضت ان اسمها c؟ عشان انا ابقى عارف بس ان انا عايز اطلع رقمين c نود بلس او ماينس دلتا c. عايز اطلع الحقيقي وعايز اطلع الابسوليوت ايرور بتاعي. الحقيقي والابسوليوت ايرور بتاعي، عايز اطلع الحقيقي والابسوليوت ايرور بتاعي. قال لك في حاله المالتيبلاي والديفايد الحقيقي برضو بيعتمد على القانون. يعني عشان تجيب الرقم الاولاني هاخد الاكس الحقيقيه تايمز الواي الحقيقيه. الاكس الحقيقيه كانت بكام؟ كانت ب5. الواي الحقيقيه كانت ب10. يعني 5 تايمز 10 50. حلو. والله انا عندي الريليشن اكس تايمز اكس تايمز واي، يبقى عشان اجيب سي الحقيقيه اهي اكس الحقيقيه تايمز اكس الحقيقيه تايمز واي الحقيقيه. يعني 5 تايمز 5 تايمز 10 250. والله انت عايز تعمل y divided x، يبقى السي الحقيقيه y الحقيقيه divided x الحقيقيه، يعني 10 divided 5 ب 2. يعني انا كده جبت اول رقم هنا اهو 2، جبت اول رقم هنا 250، جبت اول رقم هنا ب 50. كده ناقص لي احسب الرقم الثاني الدلتا سي الابسوليوت ايرور. ركز بقى معايا. قال لك في حاله المالتيبلاي والديفايد ما تقدرش تجيب الابسوليوت ايرور على طول، لازم تجيب الريلاتيف ايرور الاول. لازم تجيب الريلاتيف ايرور الاول. طب الريلاتيف ايرور ده اجيبه ازاي؟ قال لك هيساوي الريلاتيف ايرور بتاع الاولاني اللي هو بتاع الاكس بلس الريلاتيف ايرور بتاع الثاني اللي هو الواي. الريلاتيف ايرور بتاع الاولاني اللي هو الاكس بلس الريلاتيف ايرور بتاع الثاني اللي هو برضو الاكس، ما تنساش ان الاكس متكرره، بلس الريلاتيف ايرور بتاع الثالث اللي هو الواي. الريلاتيف ايرور بتاع الاولاني اللي هو الواي بلس الريلاتيف ايرور بتاع الثاني اللي هو الاكس. ايه ده يا مستر برضو بلس؟ سواء مالتيبلاي سواء ديفايدد الريلاتيف ايرور دايما بالبلس زيه زي الابسوليوت. يبقى سواء بعمل مالتيبلاي سواء بعمل ديفايدد الريلاتيف ايرور برضو بالبلس. طب فاكرين كنا بنجيب الريلاتيف ايرور ازاي؟ اللي على اليمين ديفايدد، اللي على الشمال، اللي على اليمين ديفايدد، اللي على الشمال. يعني الريلاتيف ايرور بتاع الاكس 0.1 ديفايدد 5 بلس 0.2 ديفايدد 10 الريلاتيف ايرور بتاع الواي. الريلاتيف ايرور بتاع الاكس 0.1 ديفايدد 5، بس احنا قلنا الاكس متكرره مرتين يعني هكررها مرتين بلس 0.2 ديفايدد 10. في الحاله دي عندي الريلاتيف ايرور بتاع الواي 0.2 ديفايدد 10 بلس الريلاتيف ايرور بتاع الاكس 0.1 اوفر 5. فهتلاقيها طلعت معاك 0.04 0.06 0.04. طب انا جبت الريلاتيف ايرور ومعايا الريل فاليو. فاكرين الماجيك تراينجل بتاعنا كان بيقول لي الابسوليوت ايرور بيساوي الريلاتيف ايرور تايمز الاكس نود، صح كده؟
يعني على طول هعمل الرقمين دول تايمز عشان اقدر اجيب بقى الرقم التاني اللي انا عايزه الدلتا سي. يعني 50 تايمز 0.04 فهتلاقيها طلعت معاك ب 2. يبقى انا كده جبت الرقم التاني. يعني الريليشن دي كده الناتج بتاعها 50 بلس اور ماينس 2. برضو نفس الكلام، جبت الريلاتيف ايرور ومعاك الحقيقي، يبقى هعمل ده تايمز ده يعني 200. يبقى الدلتا سي بتاعتي 250 تايمز 0.06 فهتلاقيها طلعت معاك 15. فعشان كده يبقى جبت الرقم التاني 15، بقت 250 بلس او ماينس 15. برضو نفس الكلام، هعمل هنا الريل فاليو تايمز الريلاتيف ايرور بتاعي، هجيب الدلتا سي اللي هو الرقم التاني اللي انا عايزه 0.04 فهتلاقيها طلعت معاك 0.08. يبقى انا كده جبت الرقم الحقيقي وجبت الايه الابسوليوت ايرور بتاعي. بس في حاله المالتيبلاي والديفايدد خلي بالي انا ما ينفعش اجيب الابسوليوت ايرور على طول، انا لازم الاول اجيب الريلاتيف. طب الريلاتيف يا مستر كان بيساوي ايه؟ بيساوي ريلاتيف الاولاني بلس ريلاتيف التاني بلس ريلاتيف التالت، وبعدين جبت الريلاتيف وجبت الحقيقي، اعمل الاثنين تايمز على طول يجيب لك الابسوليوت ايرور بتاعي. تعال نرجع كده للبيج اللي قبليها بيج 36 يلا، واعمل معايا المساله بتاعت الاريا. ما هي الاريا بيساوي لينث باي ويدث، وهو مديني اللينث ومديني الويدث، بيقول لي اللينث يبقى ده كده اللينث الحقيقي، الويدث ده كده الويدث الحقيقي الابسوليوت ايرور بتاع اللينث، برضو الويدث يبقى ده الويدث الحقيقي وده الابسوليوت ايرور بتاع الويدث. فبيقول لي عايز احسب الاريا، الاريا يساوي انا عايز اطلعها اريا حقيقيه بلس او ماينس دلتا اريا ابسوليوت ايرور، صح كده؟ قلنا الحقيقي بيعتمد على القانون الاريا لينس باي ويدث، يبقى اللينس الحقيقي تايمز الويدث الحقيقي. اللينس الحقيقي ب 6، الويدث الحقيقي ب 5، يعني 6 تايمز 5 ب 30. حلو، جبت الاريا الحقيقيه، هل ينفع اجيب الابسوليوت ايرور؟ لا، لازم اجيب الريلاتيف الاول. طب الريلاتيف الاولاني يعني ريلاتيف اللينث بلس ريلاتيف الثاني الريلاتيف بتاع الويدث، يعني اللي على اليمين ديفايدد اللي على الشمال واللي على اليمين ديفايدد اللي على الشمال 0.1 اوفر 6 بلس 0.2 اوفر 5، والرقم اللي يطلع لي من الريلاتيف ايرور اعمله تايمز الريل فاليو، عشان انا عارف ان انا عشان اجيب الابسوليوت ايرور بتاعي بيساوي الريل تايمز الحقيقي. هعمل الاثنين تايمز يديني فعلا الابسوليوت ايرور بتاع الاريا اللي هو الرقم الثاني اللي انا عايزه، اللي هيطلع معايا 1.7 طبعا ابروكسيميت. خلاص جبت الابسوليوت وجبت الحقيقي، ما هم دول الرقمين اللي انا عايزهم 30 بلس اور ماينس 1.7. يبقى خلي بالي في حاله المالتيبلاي والديفايد انا ما اقدرش اجيب الابسوليوت الاول زي بلس وماينس او زي الدايركت ميجرمنت، انا لازم اجيب الريلاتيف ايرور الاول. تعالوا نكمل الاكزامبلز بتاعنا كده. في الاكزامبلز اللي بعديها اللي في بيج 38 بيقول لي ايه؟ بيقول لي the radius of a circle is measured and it was found to be 10.5 plus or minus 0.2. the area of the circle عايز يحسبها ومديني الريليشن او القانون بتاع الاريا باي ار سكوير. طبعا انا عارف ان الرقم اللي على الشمال ده الحقيقي، بس هسميه المره دي الراديوس هسميها ار كابيتال عشان ما لخبطش بينها وبين الريلاتيف ايرور، واسمي اللي على اليمين ده الريلاتيف او سوري الابسوليوت ايرور بتاعي اللي هو دلتا ار. تعال نشوف، هو قال لي قانون الاريا باي ار سكوير، واتفقنا ان الار سكوير يعني ار تايمز ار، صح كده؟ وانا عايز اطلعها ازاي؟ عايز اطلع اريا حقيقيه بلس او ماينس ابسوليوت ايرور للاريا، صح كده؟ قلنا الاريا الحقيقيه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على القانون. السلك ده هيوقعنا ولا ايه؟ انت بتدعي عليا ياض انت هو؟ ماشي. الاريا الحقيقيه تعتمد على القانون، القانون ايه؟ باي ار سكوير، يعني ار الحقيقي تايمز ار الحقيقي، يبقى هي باي تايمز ار الحقيقيه ب 10.5 تايمز 10.5. هحسبها على الكالكوليتور فهتطلع معايا ان كان المفروض الاريا لو مفيش ايرور او الاريا الحقيقيه بتاعتي كانت تطلع معايا 346.36 طبعا متر سكوير. جبت الاريا الحقيقيه، هينفع مستر اجيب الابسوليوت على طول؟ لا، لازم اجيب الريلاتيف ايرور الاول. بس ركز بقى في الحته دي، احنا قلنا الريلاتيف ايرور المفروض يساوي ريلاتيف ايرور الاولاني بلس ريلاتيف ايرور الثاني
بلس ريلاتيف ايرور التالت. بس هل الباي دي رقم كونستانت 22/7 او 3.14 هل فيها ايرور؟ ما هي رقم ثابت، هل هيطلع فيه ايرور؟ يبقى الايرور بتاع الفيزيكال كوانتيتي، انما الكونستانت والارقام زيها زي الدايمنشنز، ما كانش ليها دايمنشنز صح، النهارده ملهاش ايرور. يبقى هاخد الريلاتيف ايرور بتاع الراديوس بلس ريلاتيف ايرور بتاع الراديوس. يبقى خلي بالي الكونستانت زي الباي 22/7 3.14 او اي رقم 3 2 1 4 1/4 دي كلها ارقام مش هغلط فيها صح كده، ملهاش ايرور. يعني الايرور من الفيزيكال كوانتيتي كنا بنحسبها ازاي؟ اللي على اليمين ديفايدد اللي على الشمال صح كده. يعني 0.2 divided 10.5 بلس 0.2 divided 10.5 فعلا الناتج بتاعي طلع ب 3 او 0.038. جبت الريلاتيف ايرور ومعايا القيمه الحقيقيه او الاريا الحقيقيه، اتفقنا نعملهم تايمز على طول الرقمين دول عشان اطلع الابسوليوت ايرور بتاع الاريا بتاعتي. يبقى الدلتا اريا ايكوالز اريا حقيقيه تايمز الريلاتيف ايرور بتاعتي، يعني 0.038 تايمز 346.36. يبقى انا كده فعلا جبت الرقم الثاني اللي هو الابسوليوت ايرور بتاعي، فطلع ب 13.19. هم دول بقى الرقمين اللي انا عايزهم عشان اقول ان الاريا الحقيقيه كانت المفروض تطلع 346.36، بس هي هتطلع ليها ابسوليوت ايرور بلس اور ماينس 13.19 متر سكوير. يبقى عملنا ايه؟ قلنا الاريا الحقيقيه او الرقم الاولاني هو اللي هينطبق عليه قانون باي ار سكوير، وطبقت فعلا مع الريل فاليو. بس زي ما اتفقنا انا ما اقدرش اجيب الابسوليوت ايرور على طول في حاله الملتبلاي والديفايد، لازم اجيب الاول الريلاتيف ايرور. الريلاتيف ايرور المفروض الريلاتيف ايرور الاولاني بلس الثاني بلس الثالث، بس لقيت الاولاني عندي كونستانت، الكونستانت ملهوش ايرور، فخدت الابسوليوت ايرور بتاع الراديوس مرتين، اللي على اليمين ديفايدد اللي على الشمال، طلعت الابسوليوت ايرور بتاعي، عملت على طول الابسوليوت ايرور تايمز الحقيقي اداني الريلاتيف ايرور تايمز الحقيقي اداني الابسوليوت ايرور اللي هو القيمه الثانيه اللي انا عايزها. فانا كده فعلا حسبت الايه الاريا بتاعتي. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي the relative error on estimating the volume of cube of side length 5 سنتيمتر، يعني مديني اهو اللينس الحقيقي بتاع الكيوب 5 سنتيمتر، والريلاتيف ايرور مديني كمان الريلاتيف ايرور على طول بتاع اللينس، يعني انا مش مضطر اعمل يمين ديفايدد اللي على الشمال، اداهولي ب 0.01. عايز يحسب كمان الابسوليوت ايرور. طب ما احنا عارفين ان الفوليوم بتاع الكيوب المفروض ان هو لينث باي لينث باي لينث، يعني مالتبلاي صح كده، وانا عايز اطلعه على شكل فوليوم حقيقي، وكده كده هو كمان عايز يطلع الابسوليوت ايرور بتاعه صح كده. خلاص الحقيقي يجي من القانون على طول، اللينث الحقيقي تايمز اللينث الحقيقي تايمز اللينث الحقيقي، يعني 5 تايمز 5 تايمز 5 125 اهي طبعا سنتيمتر كيوب. الريلاتيف ايرور احنا قلنا الريلاتيف ايرور في حاله المالتبلاي والديفايد الريلاتيف الاولاني بلس الثاني بلس الثالث، وهو اصلا مديني الريلاتيف بقى على طول، انا مش محتاج كمان ان انا احسبه، يعني 0.01 بلس 0.01 بلس 0.01 ب 0.03. اقدر بقى اجيب الابسوليوت ايرور ولا لا؟ القيمه الثانيه قلنا على طول الرقمين دول اعملهم ايه تايمز، يبقى فعلا الابسوليوت ايرور وانا بحسب الفوليوم يساوي 125 بلس 0.03 ويطلع معايا ب 3.75 كيوبيك سنتيمتر. يبقى خلي بالي برضو هو مش شرط يديها لي على شكل براكت، ده هو مديني الريلاتيف ايرور وانا ايه حسبته على طول، الاولاني بلس الثاني بلس الثالث عملته تايمز الحقيقي اداني الابسوليوت ايرور. when the density of a cube was calculated، لما جه يقيس الدنسيتي بتاعت كيوب، the percentage of error in measuring the mass مديني الريلاتيف ايرور، طبعا percentage يبقى ريلاتيف ايرور بتاع الماس 2% and the percentage of error in measuring the length 0.5، الريلاتيف ايرور وهو بيقيس اللينث برضه طلعت ب 0.5. calculate the percentage of error in calculating the density، ومديني هو قانون الدنسيتي على طول mass over volume، وعايز يحسب بقى
calculate the percentage of error in measuring the density. يعني عايز الريلاتيف ايرور بتاع الدنستي. زي ما احنا متعودين الريلاتيف ايرور المفروض ريلاتيف ايرور الاولاني بتاع الماس بلس ريلاتيف ايرور التاني بتاع الفوليوم. بس هل انا معايا فوليوم ولا معايا لينث؟ بس انا عارف ان الفوليوم بتاع الكيوبويد، برافو عليك، لينث باي لينث باي لينث. يعني ممكن اقول ان هي ريلاتيف ايرور بتاع الماس بلس ريلاتيف ايرور لينث ريلاتيف ايرور لينث ريلاتيف ايرور لينث 3 مرات، صح كده؟ لان الريلاتيف ايرور دايما برضو بالايه؟ بالبلس. فهاخد ريلاتيف ايرور الماس اللي هو 2، وهاخد بقى الريلاتيف ايرور بتاع اللينث 3 مرات 0.5. هو كده كده مديني الريلاتيف ايرور، انا مش محتاج ان انا احسبه، فهتطلع على طول البرسنتج بتاعتي ب 3.5%. يبقى خلي بالي انا كل اللي عملته اني فكيت الفوليوم لينث باي لينث باي لينث، والريلاتيف ايرور دايما بالبلس، فحسبت فعلا على طول الاولاني بلس الثاني بلس الثالث بلس الرابع، ولو في خامس ولو في سادس دايما بالايه؟ بالبلس. وهو مديني اصلا الريلاتيف فعملته او حسبت بيه على طول. تعالى كده نشوف الصفحه اللي قدامها. اخر صفحه عندنا بيقول لي choose the length of a student 1.8 متر. مديني لينث حقيقي والابسوليوت بلس اور ماينس 0.05. The length of another student 1.95 plus or minus 0.05 متر. So the second student الراجل التاني دوت was longer than the first student by أطول منه بقد إيه؟ يعني عايز نعمل ماينس، صح؟ طب في حالة البلس والماينس يلا نفتكر بقى تاني، كان دايما الريليشن تنطبق على مين؟ على الحقيقي. يعني 1.95 ماينس 1.8 تطلع 0.15. الابسوليوت دايما ايه؟ دايما بالبلس 0.05 بلس 0.05 فعلا، فطلعت 0.1. عشان كده الاجابه طلعت نمبر سي. يبقى خلي بالي بلس والماينس الريليشن هتنطبق على الحقيقي بس، على الريل فاليو بس، الابسوليوت دايما بالبلس. زي الريلاتيف ايرور، مكان الريلاتيف ايرور في حاله المالتيبلاي او في حاله الديفايد برضو دايما بالبلس. تعال نشوف السؤال اللي بعدها. بيقول لي if a equals 2 plus or minus 0.01 مديني برضو قيمه ريل وقيمه ابسوليوت بس الميجرنج يونت متر. b equals 80 plus or minus 2 بس مديني الميجرنج يونت سنتيمتر، وعايز نحسب a plus b والميجرنج يونتس كلها متر. يعني لازم الكل اللي فوق يبقى متر، يبقى لازم فعلا برافو عليك احول السنتيمتر الاول لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 2 او ديفايدد 100، فهتلاقيها طلعت 0.8 بلس اور ماينس 0.02. يلا واطبق عليها. قلنا في البلس والماينس كده كده الريليشن هتنطبق على الريل. 2 بلس 0.8 فهتطلع 2.8، 0.01 بلس 0.02 فهتطلع 0.03. عشان كده فعلا الإجابة نمبر دي. آخر سؤال عندنا بيقول لي which of the following is the correct definition of the accepted or actual value of a quantity. أحسن تعريف للريل فاليو، القيمة الحقيقية. هل الريل فاليو هي most recently measured value؟ آخر حاجة قستها لازم تطلع هي الحقيقية؟ لا، ما أنا ممكن آخر حاجة دي تكون عك، صح كده؟ يبقى الإجابة النمبر إيه؟ ما تنفعش. wrong. بيقول لي the value of the quantity was first time measured. اول قيمه انت قستها لازم تطلع هي الريل فاليو؟ برضو لا، ما انا ممكن اول قيمه اقيسها تطلع غلط، صح كده؟ the average measured value، هل انت بتاخد المتوسط فلازم المتوسط ده هو اللي يطلع ريل من غير ايرور؟ برضو لا. ولا the value of quantity when it's not alerted by any measurement error، القياس اللي ما فيهوش ايرور هو ده الريل؟ هي التعريف ده ينفع. تعال نتاكد ان الاخير ما ينفعش. the value of the quantity that occurs most frequently when the value is measured، اكتر قيمه عجبتك يعني وانت بتقيس، انا مش هاخدها بالحب، صح كده؟ يبقى فعلا it's the value of quantity when not alerted by any measurement error، لما ما يكونش فيها error. وده كان درس الايرور بتاعنا النهارده. استنوا عشان تشوفوا الهوم ورك بتاعه على اليوتيوب. كان معاكم مستر محمد كمال، دكتور ساينس.